السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم بوصفة جديدة من وصفات مطبخ أم يارا. النهاردة إن شاء الله وصفتنا جميلة جدا وسهلة جدا، تعمليها غدا تعمليها عشاء. سهلة جدا معاكي، هتحضريها في دقايق. وصفتنا هي بطاطس المحشية. هتعمليها بقى جميلة خالص، بس أهم حاجة ما تنسيش تديني لايك جميل، أيوة لايك، عشان خاطر القناة تعلى معاكم وليكم إن شاء الله. اول حاجه هنجيب البطاطس حجم متوسط خالص، وهنقشرها وهنغسلها وهنقورها، وما ترميش التقويره بتاعتها وتسيبيها على جنب. وهتحمر البطاطس زي ما انت شايفه كده، هتحمريها في زيت وتستني عليها شويه، خليكي صبوره يعني. وبعد كده هتقعدي تقلبي فيها لغايه ما تبقى لونها حلو كده، مديه لون حمار شويه. يعني تحمريها يعني تحمريها كده ايه بطريقه حلوه. بعد كده هتطلعيها. بعد ما تطلعيها طبعا هتروحي تجيبي بقى التقوير اللي انت قورتيه للبطاطس، وهتحمريها برضو على النار، وهتسيبيها شويه لغايه ما تحمر معاكي كويس خالص زي ما انت شايفه معانا كده. يا ريت تدوسي لايك. بعدين اكون مجهزه بقى العصاج بتاعنا الجميل، ومجهزين بقى التقوير اللي احنا قورناه وحمرناه في الزيت، هنحطها في الصينيه البايركس او صينيه ألمونيا او اي حاجه، بس انت هتحطيها في ايه في قلب الصينيه يعني. وبعدين هتجيبي البطاطس هتحشيها بالعصاج زي ما انت شايفه كده. العصاج طبعا سهل جدا، انت عارفاه. كل ست مصرية عارفة يعني ايه عصاج. عبارة عن زيت على النار، يعني زيت بسمنة تحطيها على النار وتحمري فيها بصلة تدبليها. وتحطي بعد كده اللحمة المفرومة وتحطي معاها البهارات بتاعتها. وبعد ما تحطي بهارات تقلبيها كويس خالص على النار، تحطي لها ربع كوباية شوربة. وتقلبيها كويس وتسيبيها شوية على النار. لو عايزة تحطي لها فلفل ألوان تحطي لها، لو عايزة تحطي لها فلفل عادي تحطي لها. زي ما انت شايفة كده هيطلع عصاج جميل جدا. هنحشي الكمية كلها اللي معانا زي ما انت شايفة. وبعدين هتجيبي الصلصة بتاعتنا الجميلة، عبارة عن معجون من الصلصة، وحطيتي فيها بصل بودر وتوم بودر وملح وفلفل اسود، وكمان كوباية من الشوربة لو عندك شوربة. لو ما عندكيش ممكن تحطي كوباية من المية. وهتسبكيها كويس على النار. وبعد كده هتحطيها على البطاطس زي ما انت شايفة، وهتزينيها من فوق او هتحطي لها من فوق جبنة موتزاريلا. وممكن في ناس بيحطوا لها من فوق بشاميل خفيف جدا جدا، تحطيها من فوق لو انت حابة تحطي لها بشاميل. بتبقى جميلة، تطلع باللون والشكل اللي انت شايفينه ده على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة، وهتشوفيها كل شوية لغاية ما تحمر معاكي وتطلع معاكي بالطريقة دي وبالهنا والشفا.